كمؤلف ممكن تمشيني كده في طريق ان انت لما بتيجي تفكر في فكره جديده بتبتدي فيها ازاي؟ لازم يبقى عندك بالانس ما بين العلم والموهبه. تمام. والموهبه دي رزق من ربنا، دي مش متحكمين فيها احنا ابدا. هو انا ببقى قاعد معاك دلوقتي حالا كده، في حاجه ربنا بعتها مش بتاعتي. وبعدين بيبقى عندك بقى مراحل كتيره في الكتابه. اول حاجه انت بيبقى اللوج لاين ده معاك، يعني تكتب له سينابسز يعني ملخص. ماشي. وبعدين بتروح عامل حاجه اسمها تريتمنت اللي هي المعالجه. التريتمنت دي عاده بظبطها على ستراكشر معين بيمشي عليه الحدوته سواء فيلم او مسلسل. وبعدين بتبدا في مرحله التتابع بتاع اللي هو المشاهد. ففكره المشهد ايه كتتابع، خلص تتابع الفيلم او الحلقه او ايا كان على الاستراكشر اللي انت عامله. قصدك ايه بستراكشر؟ معلش. في كذا نوع من انواع الاستراكشر. بس في سيت فيلد مثلا بيقسم لك الفيلم ل 3 اكتس، اكت 1 اكت 2 اكت 3. اكت 1 25%، اكت 2 50%. مش وده مثلا اسلس ستراكشر يعني ما هياش بتشتري لابتوب وتبقى مؤلف. ان انا مقتنع ان انت عندك علم من غير موهبه هتشتغل فيلم وهتكتب فيلم بس هيبقى ما فيهوش روح. موهبه من غير علم هتبقى عامل زي لعيب الكوره اللي لعيب قوي 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 بس ما يفتش فرقته.